مثل ما جاي تشوفون ديك رومي عملاق بوزن 7 أو 8 كيلوات، بالإضافة إلى كيلو من التمن البزل. كمية كلش كبيرة. ديك رومي عملاق، أكبر ديك رومي في العالم. طبعا هذا التحدي سويته لكم وتدللون مثل ما طلبتوا من عندي بالتعليقات. وصلوا لي هذا الفيديو 25,000 لايك، واذا تسووها 30,000 لايك بعد احسن. خلونا ندخل بالتحدي يا ابطال. مثل ما جاي تشوفون راح استخدم هاي الشطة اكسترا هات. طلبتوا من عندي اكل ديك رومي بالشطة، وجبت هذا الديك الرومي العملاق. شوف الحجم ايش كبره، مشوي على الفحم ومحشي، ثقيل محشي. صراحة تحدي من أصعب ما يكون. ما أعرف صراحة شلون راح أقدر أكمل هاي الوجبة العملاقة. في حال الفشل إذا ما قدرت أكمل هذا الديك الرومي، طبعا راح آكل مصاصة أصبع قدم الشيطان. أي نعم آكلها، مو بس أخليها بحلقي، لا آكلها. خلونا نبدأ التحدي وخلنا نشوف شو راح تكون نتيجة هذا التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلوني اجهز الماي اول شيء. صراحة وجبة كلش كبيرة. وهاي الشطة بعدها ما مفتوحة طبعا، هسه راح افتحها. يلا انا ما احب اضيع وقت طبعا، ودائما احكي زايد. وهاي فتحت الشطة، ريحتها تدمر. خلوني اراويكم شلون راح اكل الديك الرومي. هذا الفخذ شوفوا، فخذ عملاق. الطعم لا يقاوم، ذايب ذوب. بيه طعم الفحم، مشوي على الفحم وبعده حار. وهذا التمن مسوينه صح. شوفوا يا ابطال البخار والدخان مال الفحم جاي يطلع من عنده. يعني تقريبا كملت نص من الصدر، وباقي لي هذا النص العملاق. وش قد ما تاكل ما يبين بي، لان كميته كلش كبيره. حط شطه. لا تنسون يا ابطال تكتبوا لي التحديات الجايه تردوني اسويها. ولحد الان ماشي صح، بس صراحه التحدي كلش صعب.
وهذا الجناح، شوف الجناح ايش كبره. ديك رومي كلش كبير هذا جبته طبعا، يعني صراحة تورطت بيه، ما كنت اتوقع انه الديك الرومي يشبع لهاي الدرجة. قد ما تاكل قاعدة. التمن طبعا ما محسوب للتحدي، بس انا جبته حتى اغير الطعم، يعني تعرفون اذا كله تاكل من نفس الشيء لحم معدتك ما تستقبل اكل بعد، فجبت التمن حتى اغير الطعم وحتى اقدر اكمل التحدي الديك الرومي. هو التحدي انتم طلبتوه ديك رومي بالشطه او بالصاص الحار، انتم ما قلتوا التمن. صعبه كلش صعبه، يعني هو الديك الرومي بوحده وبلوه بعد مو يا كيلو تمن. صعبة يا ابطال، كان اكلته لكم وتدللون بس ما اقدر، وانتوا قلتوا لي بس ديك رومي، لو قايلين يا كيلو تمن يمكن كان اعتذرت منكم. صراحة بديت اشبع. تقريبا راح اخلص يا ابطال، ما بقى لي شيء وافوز بهذا التحدي الصعب. طبعا الشطة تموت حارة وانتخمت، ما اعرف شلون راح اخلص هذا الشيء القليل الباقي لي. طبعا هذا ماي المكل. ديك الرومي كلش دسم، نسبة الدهون بيه كلش عالية. خلوني اضيف الشطة حتى اخلص من عندها، لان هي وراي. وما باقي لي شيء غير اخر ذقمتين اكلهن وافوز بالتحدي.